السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من قناتكم معاذ بإس جيمنج. للذين لا يعرفون هذه اللعبة فهي لعبة فيفا موبايل. اليوم سنتعلم كيفية لعب هذه اللعبة وماذا سنفعل في هذه السلسلة. في هذه السلسلة أصدقائي إن شاء الله سنقوم بالمنتخب التونسي، تطويره، اللعب به، ويعني أشياء مثل تلك. الآن لنبدأ بالتعرف على اللاعبين، أو لنبدأ بالتعرف على كيفية العمل على الأقل للفريق. حسنا في اللعبة تأخذ لاعبين بالإيفنت وكل شيء، تضعهم هنا كما ترون. هنا مثلا الخازري، ترى فوقه مثلا بيتور مع 9، ولا تفهم لماذا. في البداية لأريكم هذا بشيء يسمى بريم تكنيك، وهي هذه الأشياء تجمع هذه الأشياء. مثلا لدينا الآن 400 يعني مثلا لوهب الخزر. هناك كثير، طورت 9 مرات، والتطوير بالتأكيد يحتاج إلى النقود التي تأخذها في اللعبة، وعملية أخذ هذه الأشياء صعب جدا حقيقة. أتمنى أنكم فهمتم حتى الآن. فكما ترون هناك مثلا 10 تحت مسيرني، 15 تحت الخازري، 15 تحت الخازري، وهذه الأشياء هي التدريب. كما ترون في التدريب ستستخدم لاعبين. مثلا أنا سأدرب علي معلول، سأختار اللاعبين. كما ترون كل لاعب لديه عدد الإكس بي الذي سيضيفه، وكلما زاد القوة زاد الإكس بي. مثلا هذا 65 300، وهذا 69 460، وهكذا. وهو أمر بالنقود. مثلا أنا لا أملك كثير من النقود، فإلى الليفل 14 يكفي. كما رأيتم الآن إلى الليفل 13 وأصبح أقوى، مثلا في سرعة التسارع والسرعة والكنترول بالون وأشياء أخرى. لدينا مثلا طالبي، سأريكم إياه الآن. رأيتم 92، لكن هنا الطالبي 94 بسبب التدريب. شيء ما أقوله على تدريب، كل 5 كل 5 ليفلات. هذا مثلا الشكيري كان في الأصل 99، دربته 10، فكل 5 تضاف 1، والخازري بالتأكيد كان 99. فأظنكم فهمتم. الآن أظن الجميع يعرف بمناسبة كأس العالم قطر 2022، ولهذا أصنعوا 3 إيفنت، وهناك أيضا إيفنت فصل الشتاء. انتهى حقيقة كأس العالم، لكن الإيفنت ما زالوا لم ينتهي. مثال بسيط على الإيفنت الأول الذي هي أحسن بالنسبة لي. هنا مثلا هنا تدريبات أو مباريات تأخذ منها هذه الأشياء. وهناك أيضا مثلا أنا أنهيت هذا، يمكن أخذ 1500 نقطة. هناك أيضا هذا. فكما ترون الآن أنا أخذت القليل من هذا، وهنا سيكون لدينا الجروبات، وكل شيء بالنقود، يعني بنقود الحدث. مثلا هنا يمكنك أن تأخذ الشكيري، نوي، لوزانو، هرنانديز، ميشيل ومارتينيز، وفي الأخير زيدان. هناك يعني كل المجموعات، مجموعة الألف وباء، ومجموعة سي ودي، حيث يوجد منتخب تونس، مجموعة إي وإف، مجموعة جي وأش، وحتى هناك
مجموعهم كلهم مع بعض، فكما ترون مختلفة. انظروا إلى هذه مثال، يعني كلها هكذا، لكن في الميلانج هذا انظروا كيف تكون. وهناك يعني اللاعبين من كل أنحاء العالم، وفي الأخير هناك لاعب قوي لكنه معتزل كالعادة. ونفس الشيء هنا. رائع. هذا ما أردته لكم الآن، هو إيفنت بالأصل لكن تأخذ هنا. هذه هي النقاط الأخرى التي يمكنها أن تأخذ من هنا، فتشتري بها هذه الأشياء كلها. وبالتأكيد هناك لاعبين أقوياء يمكنك الحصول عليهم. هذا يوجد فقط في السبت والأحد. يمكنك أن تلعب مباريات تأخذ منها تيكي استاد التي تستخدمها في استاد. ومثلا أنا هنا في استادي لدي 4 تطويرات، فإذا احتجت تطويرة ف10,000. أما هذه فيختلف، فقط تحتاج 7,000. هذه 2 تحتاج إلى 5,000، وهذه لا شيء، تحتاج إلى فقط 3,000. وكما ترون كل شيء يعطيك أشياء. مثلا هذا يعطيك لاعب فوق 70، لكن أخذه الآن لأنني سألعب ألعب بعض المباريات ثم أطورها لأخذ لاعبين. وهذا هي الإيفنتات الاثنين خاصة بكأس العالم. ما زالت الثالثة وهي بكل سهولة عبارة على كأس عالم، يعني تلعب لعب عادي. ثم أخيرا هذا هو إيفنت فصل الشتاء. كل يوم تأخذ قطع، يمكنك مشاهدة فيديو لكي تأخذ أكثر. فتفتح هذه، تأخذ منها الجيتون التي بعدها، وتبقى هكذا حتى تصل إلى هذه، وهي كل واحدة لديها الأشياء الخاصة بها. وكما ترون عندما تفتح 3 تأخذ هذا، عندما تفتح 6 تأخذ إمبابي، عندما تفتح 12 تأخذ 1000 قيمة تكنيك التي رأيناها قبل قليل. الآن نمر بسرعة إلى المنتخب التونسي قبل أن ينتهي الفيديو، سأريكم إياه. هذا الحارس. لكي تعرفوا قوة اللاعبين بشكل أفضل يمكنكم أن تضغطوا على ديتايلز في ملعبكم. فهذا هو أيمن الدحمان، الاسم كم من الفوق. قوته الأصلية 90 كما رأيتم، بالتدريب 2 مع 9 بالبريم تكنيك 101. المساكني قوته الأصلية 71 مع 2 في التدريب مع 9 في البريم تكنيك 82. الآن وهب الخازري قوته الأصلية كانت 99، بالتدريب زادت 3 102 مع 9 111. الآن إلى السليتي، فقوته الأصلية 76، تطور 3 مرات بالتدريب 79 مع 9 في البريم تكنيك 88. هذا العيدوني أو عيسى العيدوني الاسم الكامل. كما ترون هو مع 9 من المفترض، لكنه ليس في مكانه الصحيح، فهو MDC لكنه في MC، لأن هناك شخص آخر في MDC أقوى منه حسب ما أتصور. 97 مع 2 مع 7 106. الآن ها هو MDC، وهو الياس الشكيري. قوته الأصلية 99، يعني أقوى من العيدوني.
2 بالتدريب و9 بالقيم تكنيك 110. الآن فرجاني سيسي 94 مع 2 مع 9 105. نعم، هنا يمكنك تغيير اللاعب. مثلا أريد أن أغيره بمعلول هذا، فيأتي لك التغيير ويأتي لك قوة اللاعب وكم. مثلا أنا علي معلول هذا أقوى من المعلول الآخر، فسأترك هذا. لكن مثلا إذا وضعت هذا فهو أحسن في الفيزيك لكن أسوأ في الآخرون، فسأعيده. هناك أيضا مثلا فان دايك، هناك ماركينوس أيضا، أظنكم فهمتوها. الآن لنتابع. علي معلول 93 قوة الأصلية مع 2 مع 904. ثم لدينا ياسين مريح 71 مع 3 مع 9 83. ولدينا الطالبي قوة الأصلية 92 مع 2 مع 903. منتصر الطالبي اسمه الكامل. وأخيرا لدينا محمد دراجر قوة الأصلية 91 مع 3 مع 903. وهذا حسب ما أتصور أقوى شكل للمنتخب التونسي في لعبة فيفا موبايل. الآن قبل أن ننهي أريد أن نريكم بعض الأشياء الأخرى. هذا هي أخبار اللعبة. هذا ماذا ستأخذ عندما تلعب يوميا. هذا باستار، أظن أن أغلب اللعب موجود فيه. تأخذ هذه الأشياء وتتقدم وتأخذ مكافآت. مثلا في 30 سأخذ لاعب 90. بالتأكيد هناك باس بريميوم الذي يشترى به نقود حقيقية. وثم ربح الجيمز. هاي الجيمز، ويمكنك أن تشاهد فيديو أو أن تشتريها. هذه هي الكيت، يعني حسمة في كل لعبة موجودة. المهمات، هذا الليج، يعني الفرق الكبيرة، ليس فرق يعني تجمع لفرق. وهذا المخشي، وفي اللغة العربية مارشي، أقصد الدارجة التونسية مارشي، وهو يعني تشتري اللاعبين وتبيعهم وما إلى ذلك. هنا تغييرات، كل ايفنت له تغييرات الخاصة. وهنا المتجر، هذا هي الايفنت، يمكنك أن تطلع عليها كلها من ايفنت مو لايف. وهذا كيف تدخل إلى فريقك. وهذا أخيرا الديفيزيون ريفال، وهي مباريات. هناك الملتي أتاك التي تعتمد على الفانز، وهي الريتم هالتون كما يقولون، وهو معناها فرص. وفاس أفاس وهو بالكوبس كوموند رياليست. فهذا مباراة كاملة. والمسار المهني أو مود كاريور، وهو يعتمد على النقاط بكل سهولة. وهو مباراة تكتيكية، وهي أيضا مباراة كاملة، لكن لا تلعب، تشاهد وتختار بعينك أي تكتيك تريد أن تفعله. إن شاء الله في الفيديو القادم سنجرب هذه الثلاثة ونرى هل المنتخب التونسي قوي بما فيه الكفاية